سيران دمرت كل شيء وحطمت أمالنا في رجعتهم لبعض، وقدمت فريد لبيلين على طبق من ذهب، وليس من الممكن رجعوهم لبعضها، ليس زوجهم بالإجبار ما كان عيب، ولكن في ناس مؤيده لتصرف سيران، وفي ناس أخرى مؤيده لتصرف فريد. الناس اللي مؤيد سيران كان عيب جدا الفضايح في الإعلام، ولكن رد الناس عليهم. لما فكات تختار البنات مثل العبيد ما كان عيب. لما هاليس استقبل العشيقة في قصره ما كان عيب. لما هاليس أخذ سيران بطريقة مهينة ما كان عيب. لما اتفق مع فكات ومنع حمل سيران ما كان عيب. لكن لما سيران صرخت صار عيب. ولكن من المحتمل الرجوع لبعض إذا كان سيران من الممكن أن تكون حامل، وهذا ممكن أن يجعل فريد لا يتخلى عن ابنه. على الرغم أن فريد أصيب بالجنون عندما اكتشف أن كاظم قد اختطف سيران، لأنه يخبر الجميع في المنزل أنه وراء قرار الانفصال، لكنه ما زال لا يتأخر في ملاحقه سيران، وتخشى بيلين أن تقول ساجده كل شيء. وعندما تشعر سونا بالقلق على سيران لا تستطيع البقاء في المنزل، وتتحرك مع فريد للعثور على سيران. كايا يسمع ما قالته فكات لسونا عن عابد يطلب كاظم من سيران الظهور على شاشة التلفزيون والتحدث عن عائله كورهان. أورهان يطلب من فكات المساعده في استبعاد خلص منغا، وهذا ما يصيبها بالجنون. تمكن فريد من اختطاف سيران من كاظم ويصفي الإسنان الحسابات مرة أخرى. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والإعجاب أرجوك من فضلك.